النهارده انا مش جاي اعمل لك ريفيو على مطعم واحد، النهارده جاي اعمل لك ريفيو على 128 فرع. واخيرا فرع 29 فتح في اسكندريه. اخيرا فروج ابو العب، مفيش واحد بلا استثناء في الخليج ما يسمعش عنه، لان المطعم ده مكسر الدنيا بره مصر. وبعد ما فتح في السعوديه والكويت وقطر والبحرين والامارات، اخيرا فتح لنا في اسكندريه، وده الفرع ال 129. ايوه 129 فرع بسم الله ما شاء الله لفروج ابو العب. وده المكان الوحيد اللي ما اختلفش عليه اتنين. هتقول لي ليه يا عم خالد؟ اقول لك ان المكان ده بيدلع الناس كلها ويرضي كل الاطراف، وبعيدا عن القعده حلوه والمكان مكيف والمطبخ اوبن كيتشن، عاملين تركايه حلوه قوي، وجبات عاديه ووجبات للضيف، زائد ان كل حاجه في المكان ده معموله على الفحم. سهل تلاقي اي حد بيعمل فراخ، بس صعب يبقى فروج ابو العب. هتقول لي ليه يا عم خالد الثقه اللي انت جايبها دي؟ اقول لك يا عزيزي الناس دي بتلعب على التوابل، كل حاجه اخده تتبيله زي ما قال الكتاب، وده اللي مميزهم ومخليهم ناجحين كده، ان التتبيله لبنانيه والشوي خليجي. واكتر حاجه عجبتني عندهم الفخاذ الدجاج وعبودي والفروش بكل انواعها، وما ينفعش تختمها غير بعصير ابو العب او بلبن العيران. مكان يستحق 10 من 10 واستحق التجربه. وبالنسبه للعنوان سهل وبسيط، من دوران سموحه هتلاقي جامع حاتم، هتمشي حبه صغننين هتلاقي فروج ابو العبد قدام، وبالهنا والشفا مقدم.